السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم الإضاءة كان في لون واحد مستحيل، اللون اللي حرفيا وقف تطوير تكنولوجيا كاملة لأكتر من 30 سنة. ازاي وليه وازاي مهندس شاب من اليابان قلب الطاولة وغير شكل العالم اللي احنا عايشين فيه؟ تعالوا نعرف مع بعض. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. خلينا نرجع لأول التسعينات. العلماء في العالم كلهم عرفوا يطوروا لمبات ليد حمراء وخضراء، بس كان ناقصهم حاجة واحدة بس عشان يكملوا الحلم: اللون الأزرق. لكن ليه اللون الازرق مهم اصلا؟ انت علشان تعمل ضوء ابيض صناعي زي نور اللمبة اللي عندك في البيت لازم تدمج 3 الوان اساسية: الاحمر والاخضر والازرق. التلاتة دول اسمهم الوان الضوء الاساسية. لما بيتجمعوا مع بعض بالنسب الصح بينتج عنهم اللون الابيض. يعني لو عندك ليد احمر واخضر بس مش هتعرف توصل للون الابيض. هتقدر تنور بلونين لكن مش هتقدر تعمل اضاءة تشبه نور الشمس، وده كان اكبر عائق قدام تطوير تكنولوجيا الاضاءة الحديثة والشاشات. لان الشاشات اللي قدامك سواء موبايل او تلفزيون بتعتمد على وحدات صغيرة جدا من الليد، وكل واحدة بتطلع لون من التلاتة دول. يعني من غير الازرق مفيش شاشة ملونة، ومن غير الازرق مفيش ضوء ابيض. يعني ببساطة التطور هيقف، والمشكلة ان كل المواد اللي جربوها ما كانتش بتدي ضوء ازرق بكفاءة، او كانت بتبوظ بسرعة او بتكلف كتير جدا. لحد ما جه مهندس اسمه شوجي ناكومورا، راجل عادي جدا شغال في شركة صغيرة في اليابان، مش حتى جامعة مشهورة ولا مركز ابحاث. الراجل ده قرر يعمل المستحيل. جرب مادة اسمها جاليوم نيترايد، واللي كانت وقتها مادة ملعونة. الكل بيقول انها غير مستقرة وما ينفعش تتصنع، بس هو اصر وقعد 10 سنين يشتغل لوحده ويعدل في درجات الحرارة والضغط والمواد المستخدمة، لحد ما قدر سنة 1993 يعلن للعالم: انا عملت اول ليد ازرق بكفاءة عالية. واللي حصل بعد كده انفجار حرفي في تكنولوجيا الشاشات والاضاءة. ما عندنا اضاءة ليد بتستهلك طاقة اقل بكتير وبعمر اطول وبكفاءة اعلى، وبقى عندنا شاشات او ال دي وموبايلات ارق وانور، ومصانع ومطارات بتنور بليد بدل اللمبات القديمة اللي كانت بتحرق كهرباء. وكل ده بدأ من لحظة تحدي للمستحيل. وفي سنة 2014 شوجي أخد جايزة نوبل في الفيزياء هو واتنين من الباحثين اللي ساعدوه علشان اختراعهم اللي غير شكل العالم. الليد الأزرق ما كانش بس لون جديد، كان المفتاح لعصر تكنولوجي جديد بالكامل. فالمرة الجاية وانت فاتح موبايلك بص على النور اللي طالع من الشاشة وافتكر ان في حد قرر يكسر المستحيل علشان يخلينا نشوف العالم بألوانه كلها. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.